الطرب الغرناطي الوجدي. يشكل الطرب الغرناطي رافداً أساسياً لهوية وجدة التي تحتل مكانة مرموقة في حفظ هذا الإرث الأندلسي ونقله للأجيال. الجذور والامتداد التاريخي. انتقل الفن إلى وجدة عبر الهجرات الأندلسية، وتعمق بفضل العائلات التي حرصت على توريثه داخل المجالس والزوايا، متميزاً بدقة الميزان والنص الأصيل. الرواد الأوائل. يعد الشيخ صالح شعبان والشيخ محمد بن إسماعيل من أبرز المؤسسين الأوائل. الشيخ محمد بن إسماعيل 1884 من أوائل رواد العمل الجمعوي قادما من تلمسان. الشيخ صالح شعبان 1911 أسس أول مجموعة موسيقية للطرب الغرناطي بوجدة سنة 1930. الشيخ محمد شعبان وأصل مسيرة والده وتلقين التراث بدار الشباب ابن خلدون. رواد الطرب الغرناطي. يبرز في المغرب أسماء خالدة مثل الحاج أحمد بيرو وعمار عبد القادر باعلال رائد السهرات الوجدية بالأربعينات، وعبد الرحمن التازي مؤسس جوق 1998. الجمعيات الحاضنة. لعب العمل الجمعوي دورا حاسما في حماية التراث، ومن أبرزها الجمعية الموصلية، تأسست رسميا سنة 1984 ومنظمة مهرجان ربيع غرناطة. جمعية نسيم الأندلس برئاسة عمر شهيد لتكوين الناشئة. الجمعية الأندلسية حاضرة بقوة في المشهد الفني. جمعية خلود النسوية بإشراف غزلان سلامي لتوثيق البعد النسائي. الجوق الجهوي إطار حديث لجمع شمل أمهر عازفي الجهة الشرقية. الجمعية الوجدية وجمعية الأندلس من الأعمدة التاريخية في التلقين وإحياء المهرجانات. المهرجانات والإشعاع. تحول الفن إلى مهرجانات كبرى أبرزها المهرجان الوطني للطرب الغرناطي لتكريم الشيوخ وتشجيع الصاعدين على العزف التقليدي.